بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سرق منك أحد النشالين هاتفك المحمول فإنه يبادر بخلع الشريحة، نزع الشريحة من مكانها وإلقائها بعيدا حتى لا يمكنك من التواصل معه على الهاتف. هذا ما حدث معي عندما سرق مني أحد الهاتف المحمول الذي كنت أحمله في ذلك الوقت منذ حوالي 10 سنوات. وقتها كنت في أشد الحاجة إلى هذا الهاتف لأنني كنت أنتظر مكالمات هامة من القاهرة، لكن النشال الذي سرقه مني بمجرد أن سرق نزع الشريحة وألقاها. حاولت أن أطلبه عن طريق أحد الأصدقاء، رن عليه أعطاني كلمة الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. فهمت أنه نزع الشريحة من مكانها وألقاها بعيدا. بمجرد ذلك قلت شطرة من بيت واحد بعنوان قلت: ألقى الشريحة لم يعبأ بما فيها. ولم يعبأ بما فيها كنت أقصد أن هذه الشريحة كان مسجلا عليها عديد من الأرقام الهامة التي كنت أحتفظ بها. منين أجيب الأرقام دي؟ وما إن وصلت إلى البيت حتى كانت قد اكتملت القصيدة ما يزيد عن 25 بيت. هذا التليفون كان مسجل عليه القرآن الكريم وأغاني أم كلثوم، وأنا كنت وما زلت من عشاق أغاني أم كلثوم، وكنت أسمع عليه القرآن وأسمع عليه أغاني أم كلثوم. وكان من نوعية، وكان نوكيا، كان غالي الثمن، فعز علي فعلا. وهذا ما جعلني أقول هذه القصيدة بعنوان ألقى الشريحة، وأقول فيها: ألقى الشريحة لم يعبأ بما فيها، وكنت قبل نزول الخطب أعليها، قد كان يحملها غال سعدت به حينا، وطاوعني عوزا وترفيها، نداؤه يحمد الباري، وشاشته محبتي لأبي الزهراء تبديها، وكم تحمل عني ما أنوء به، ومدني بيد الإحسان يسديها، متى أريد ففي القرآن موعظة، وأم كلثوم ما أحلى أغانيها، نكيا تحوز به سبقا ومكرمة على سواها، وتفضيلا وتنويها، يفوق ما كان في تايوان منشأه، أو كان للصين منسوبا يزكيها، وفيه ذاكرة مهما أحملها بما أريد من الأرقام، يبقيها مقرونة فيه بالأسماء، يحفظها لوقتها حين أرجوها يجليها. وإن أردت به وصلا يبلغني من البسيطة قاصيها كدانيها، إن كان غير متاح حين تطلبه يظل يخفق تذكيرا وتنبيها، أو خارجا عن نطاق البث توكله إلى الرسائل أن كان يجبيها. عدت عليه يد عسراء باغية، ومهجة ملئت حقدا حواشيها، وخارج عن نطاق الدين لا سلمت له يد حيثما هبت سوى فيها، وخارج عن نطاق الدين لا سلمت له يد حيثما هبت سوى فيها. يا رب إنك جبار ومنتقم، أجب دعاء ضعيف الحال واهيها، متى ألملم أرقامي وأجمعها، وكيف أحضر أسماء وأحصيها، يا سيدي يا أبا الزهراء معذرة، أبيت ألهج بالشكوى وأزجيها،
نحوا شريعتك الغراء، فانتشرت تلك الحوادث واستشرت غواشيها، واستبعدوا القطع والباغي أحق به، لا أن أظل حزين النفس باكيها. وفوق ذلك حادوا عن تتبعه، فراح وهو قرير العين هانيها، يحظى بما نال مني، لا يعاقبه شيء، ولا وازع في الدين يثنيها. سهل تتبعه، لكنهم رغبوا عنه بلا حجج تحكى فأحكيها. كيف استقام لهم هذا وطاب لهم، والبغي ينهش أحشاء ويدنيها، وفي شريعتك الغراء بلسمه، فمن يذكر بالآيات ناسيها. الزجر أبلغ ما فيها، وثورته تضمد النفس إن خيست، وترقيها بفضلها دوحة الإنصاف وارفة، في واحة الأمن تسمو في روابيها. لله ما أجمل الدنيا إذا جعلت نهجا أو اتخذت هديا وتوجيها. والسلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. بارك الله فيكم.